السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين ومشاهدين صباح حول العالم على الفيسبوك واليوتيوب. يا صباح الصباح واللي جاي أحسن من اللي راح. تعالي لي يا ست الكل، انت دلوقتي محتارة تعملي أكل ايه؟ والأسعار غالية والدنيا معاكي مش مظبوطة زيي. تعالي بقى تابعيني أعرفك تعملي أكلات موفرة واقتصادية وبأسعار حنينة ومية مية، وقد ايه تكفي أسرة كبيرة هنية. يلا بينا بقى نشوف الفيديو، تابعيني للآخر وحط لايك وشير عشان نوصل للغير والكل يستفيد. وما تنعيش الهم، ومعايا هتوفري وهتدبري. يلا اقول لكم يا صباح الجمال، خليكم معايا للنهايه عشان تعرفوا الاكله بتاعتنا الاقتصاديه ايه النهارده. وبسم الله بقى يا جماعة، والأكلة بتاعتنا الجميلة اللي الواحد عايز يعمل بقى أي حاجة في الفرن، وأسهل وأجمل وأحلى أكلة دايما بنشتاق لها. يعني بطعم الريحة، ريحة زمان وطعم زمان وأكل زمان، الفطير. طبعا أنا عملت هنا كيلو ونص دقيق. أنت عندك هنا تقدري تعملي 2 كيلو. لو عايزة تكتري طلعولي 4 فطاير كبار جدا، ممكن يعملوا 5 فطاير. وهنا طبعا الدقيق انا حطيته وظبطته، حللته طبعا يعني نخلته، وبعدين حطيت معلقه سكر ومعلقه ملح صغيره، مفيش غير كده. وميه بقى يا جماعه، طبعا احنا في الشتاء ميه تبقى دافيه شويه، هي بالميه بس. وطبعا خد مني بقى وقت، لازم اعجن. اعجيني بقى كده ولمي العجين، وبعدين بتلتيه عشان يعمل معاكي عرق ويفرد. ماشي. طبعا ما بتحطلوش خميره، ميه بس فقط. وطبعا تنيتنا اعجن فيه، مش عايزه اقول لكم، مريم امورتي حبيبتي بتعجن معايا. شايفين ايديها الجميله دي يا خلاصي؟ وطبعا لازم يفصل معاكي وايديك تنضف كده، تعرفي ان العجينه خلاص، وهي لا طريه ولا ناشفه. وطبعا بليت ايدي زيت خفيف زي ما انتم شفتوا كده عشان الم بيه العجين. وهسيبها طبعا تريح، لازم تريح اقل حاجه نص ساعه، وتغطيها في كيسه وتسيبيها. الجو طبعا ساقعه، بتبقى عايزه تعملي حاجه في الفرن. يلا قومي بقى محتاره وعايزه تعملي غدا، مش عارفه تعملي ايه. شايفين مريم كانت معايا في كل حاجه. هنا بقى انا ممكن اعمل الفطيره اللي هي بيبقى ليها فطير صغيره، واحده كبيره اللي هي الام ومعاها كام واحده صغيره. لا، انا هعمل اقول لكم طريقه حلوه قوي سهله، اللي هو طبق 2 في بعض، جميله قوي قوي وسريعه على الرخامه على الطبليه، هتفرديها وتبقى تحفه. هنا طبعا هنكورهم. وزي ما انتم شايفين العجينه جميله ازاي، ملبن تحفه قوي. وبعدين بنسيبها برضو تريح، بعد ما بنقرصهم بنسيبهم يريحوا. هنا كل 2 دول بيبقوا واحده، يعني احنا عندنا هنا كل 2 هنا واحده. انا عملت 4 كبار. ممكن تقدروا تعملوا لو وسط شوية يعملوا لكم 5 6 كمان. هنا بقى كان بجرب الفطيرة بتاعة الجلاش كمان معاهم، كان عندي ورقة بايتة كده، قلت اقطعها وافرفتها كده واعملها وهشتكها، واقوم جاية ايه حطلها، لان انا كنت عندي قشطة وعندي زبدة بره عشان الفطير. قلت اخد منها حتة كده واعمل لهم، بدل ما ايه ما بقالها كتير في التلاجة، واعملها رخرة حلوة قوي. طبعا فرق الفطير الفلاحي بتاعنا من الجلاش. الجلاش طبعا بيتعمل بورق، لو عايزين نعمله ورق وانا عاملاه عندي على القناه يا جماعه، ممكن تدخلوا عليه. عاملاه الفطير بالجلاش، ما تعجنيش ولا تتعبي نفسك، جميل جدا برضو. بس طبعا ما يجيش زي طبعا الطعم البلدي. انا قطعتها، ممكن ما تقطعش، بس انا قطعتها لانها هي اصلا هتتفرفت لانها بقى لها كتير. فلو انت عندك حاجه باقيه كده زي كده، اعملي العمله دي وما ترميهاش، او تقولي لا انا هعمل بقى ايه ده بقت خلاص باظت، لا، قطعيها فرفتيها. وانا اخدت هنا حته قشطه على علبه زبادي عشان الزبادي طريه، على معلقه زبده. انا طبعا مسيحه السمنه البلدي يا جماعه مع السمنه التانية، خلطهم مع بعض. وهنا كانت قشطه مسكره، خدت برضو حته، عندي قشطه بلدي وعندي قشطه مسكره، وخلطت كله مع بعضه، لان انا هحتاج من الخلطه دي لوش الفطير. عندي وش الفطير هدهنه ومن جوه السمنه زي ما انتم شايفين، دي السمنه بلدي، شايفين مرغيه ازاي جميله، مع عليها بسيط قوي 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 هولندي. انا بسيحهم مع بعض وبخليها كلها بريحه السمنه البلدي، بتبقى تحفه. وخدت معلقتين بس عشان اسيح كده واعملهم واربهم يبقوا زي الكريمه كده. وهنا بقى طبعا حطي معلقتين سمنه في الصينيه، وتجيبي بقى الجلاش بتاعك اللي انت مقطعاه، او لو الجلاش صابح بقى هتفردي ورقه بورقه زي الجلاش العادي خالص اللي باللحمه المفرومه، بس بدون لحمه. وبيبقى دايما ايه ما بين طبقات كده تعصيه سمنه. وبعد كده احنا ممكن تشربيه، لو انت عايزه تعمليه بسكر تشربي كوبايه اللبن تحطيها مسكره، او تحشيه مكسرات في النص. لو حابه تعمليه مسكر، عايزه تعمليه فطيره عاديه خالص، يبقى زبده فقط بس زيه زي الفطير. عشان يبقى طري كده وجميل ومورق، لازم نسقيه كوبايه لبن بعد ما بنقطعه في الاخر.
لبن فقط لا غير. ماشي. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا حطيتها وحطيت كل الفرافيت دي لانها هي اصلا بقالها كتير ومتفرفته. مرضتش ان انا يعني استغنى عنها او ارميها خساره. وطبعا يا جماعه بقى لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت تحطي لي لايك وشير. ولو بتشوفيني لاول مره يا ريت تشتركي عندي في قناتي، هيفيدك كتير جدا 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 كل اللي صباح بتعمله. هنا بقى انا خدت من الخلطه، وكنت انا طبعا حطيت ايه كام معلقه سمنه كده، السمنة العادية اهي زي ما انتم شايفين، نقط نقط خفيفة كده يعني بسيط قوي قوي. وبعدين انا طبعا هسقيها برضو كوباية لبن، وهسيبها جنبي كده شوية، وبعد كده بقى ايه ادخلها الفرن. زي ما انتم شايفين اللبن كوباية لبن كده، هتسقسقيها كده عشان تبقى طرية. بتسيبها شويه تشرب وتخمر كده مع نفسها، ما فيهاش خميره يعني تنفش. هنا كان العجين بقى ارتاح. وتعالوا بقى اقول لكم، شايفين بتعوصي بس الرخامه سمنه، وبتعوصي ايديكي سمنه وبتفردي. شو بيتفرد معانا ازاي يا جماعه؟ تحفه ومش هيدوخك، وجميل جدا جدا جدا. ومش عايزه اقول لك بتشغلي الفرن في الحر في السقعه ده، يحرر لك الدنيا ويخلي الجو صيفي وجميل. الفتره دي يا جماعه احنا بنعوز نشغل الفرن. شغلي بقى واعملي بدل ما تشتري الفطيره بره بالشيء الفلاني، هتعمليها في البيت بطريقه سهله. زي ما انتم شفتوا بيتفرد معاكم خالص خالص خالص. زي ما انتم شايفين اول ما يتفرد، زي ما انتم شايفين الرخامه باينه كمان من تحتيه. وبعدين انا بتنيها بقى طبق كده، بطبقها خلاص، وكل طبقه كده بعوزها برضو اهو. شايفين خفيف جدا جدا. او اكورها تاني واحطها ترتاح في جنب، وغيرها اعمل واحده كمان زيها. دي اول ما تتعمل يا جماعه وتتفرد خالص، هنجيب التانية نحطها في قلبها، ويبقى كده كل اتنين في بعض. كل اتنين في بعض. شايفين رقيق وجميل وبتمط ازاي وما بيرجعش تاني. ده بقى العجينه الناجحه. هنحط بقى في قلبها اللي احنا كنا يعني عملناها دلوقتي كده. ايوه تمام. واطبقي كده يا ست الكل كده، وظبطي وسريع يا جدعان، وجميل قوي قوي قوي. وبصي لميها وحطيها بقى دي كده بقت فطيره. عوزي الصينيه وحطها فيها على طول عشان تسيبيها تريح في الصينيه. وبعد كده هتفردها بايديكي تتفرد. وبعدين تديني وشها وتحطيها في الفرن، تشغلي الفرن بقى. لو انت بتشغلي فرن لازم الفرن يكون عالي عشان ما تجلدش منك. لو الفرن البوتاجاز لازم تقفلي جامد، وتشغلي الفرن على اعلى درجه، وتحطي فوق السلك على طول تحت، مش تحت قوي عشان ما تتحرقش. زي ما انتم شايفين هنعمل نفس العمله. سهل جدا يا جماعه. طبق طبق كده جميل قوي 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 قوي. دي كانت صغيره شويه فكانتش عايزه تتفرد جامد، ومش عايزه اقول لكم مورق وجميل. حطينا دي نعمل التانية وناخد دي في قلبها كده، كل اتنين في بعض. يا رب تكونوا فهمتوا. طريقه سهله جدا وحلوه قوي. معرفش الكاميرا كانت بعيده شويه كده، كان نفسي تقرب اكتر من كده، بس كان جنبي حاجات كتير معرفش انا حطيتها كده ازاي. زي ما انتم شايفين بايديكم كده هتلاقوا الرخامه بانت، او الطبليه اللي بتعملوا عليها، او اي حاجه بتعملوا عليها بانت في سريع جميل تحفه. وطعمه حلو. والاجمل والاجمل لو عايزه تعملي بمكسرات، عايزه تعملي بجبنه تحطي فيه جبن، تحطي فيه بتاع ده هو لانشون، بسطرمه، سجق، اي حاجه بقى تقدري تحطيه في قلبها في الفطيره الاولانيه، وبعدين تطبقي التانية عليها زي ما انت شايفه. وتحطيها بقى في الصينيه، تدين الصينيه بسيط جدا، وتحطيها فيها وتسيبها تريح. شايفين الصينيه اللي هنسوي فيها دهنا خفيف وسيبناها. هنا بقى كنت شغلت الفرن يا جماعه وخلصت كل الكميه. وطبعا دخلت اول حاجه الفطيره بتاعت الجلاش، طلعت جميله جدا بس مش زي البلدي. شفتوا انا بيتفرد معاكم ازاي الفطير؟ تفرديه. شفتي رومي كانت بتساعدني، يا خلاص يا رومي. يلا يا جماعه حطوا لايك لمريم، الفطير بتاعها طالع من ايدها سكر. هنفرده. انا طبعا الصينيه كانت صغيره شويه على فكره يا جماعه، الفطيره كانت عايزه تتفرد اكتر من كده كمان، لكن طلعت تحفه. العيال بيقولوا لي يا ماما اعملي لنا كل يوم من جماله، والله العظيم كل يوم اعملي لنا. وكمان هيشجعك لان الجو ساقع. شايفين قاعده الفرن مش عايزه اقوم من قدامها. فردناه طبعا وحطينا على وشه الخلطه اللي احنا كنا عاملينها قشطه. عندك قشطه حطي. شايفه طالعه قبه وجميله، ومن فوق ومن تحت تحفه يا جماعه. هوريكم دلوقتي مورق قد ايه، مورق قد ايه بجد جميل. وعلى الصينيه كله على بعضه كده في قلب صينيه واحده وتحفه. حطي بقى عسل وجبنه قديمه وكلي وادعي لي. طريقه سهله وجميله وبسيطه. شايفين انا عايزه اكسر لكم حته. شايفين انا مش عارفه عشان سخن. شايفين التوريقه دي؟ انا عايزاكم بالله عليكم تشوفوا التوريقه دي. لو عجبك الفيديو بقى وجميله جدا 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 حط لايك. شايفه انا عماله اكل، عايزه اوريكم واكل في نفس الوقت. والله العظيم الكاميرا مش مقربه ومفيش حد بيصورني، ومظلومه مظلومه مظلومه بجد. تحفه في قلب الفرن. لو عندك الفرن العادي مفيش مشكله، عندك الفرن ده شغالي من تحت نار متوسطه ومن فوق يعني برضو متوسط عشان تتلدن كده وتبقى جميله. الفرن اصلا كان سخن.
شايفين؟ واحط القشطه وغيره، واحط القشطه على وشه واحط واحده تانية. شايفين من تحت ومن فوق؟ الفطيره يا جماعه خرافه. الف هنا والشفا. اعملي زيي وجربيه وقولي لي في الكومنتات لو عجبك طريقتي، ويا ريت تحطي لايك بقى. شايفين المنظر التحفه ده؟ والله يا جماعه مش عايزه اقول لكم الفطير، انا دلوقتي بكلمكم عنه بسجله بعد ما اتعمل بيومين. لا بجد عايزه اقوم اعمله تاني. شايفين الجبنه القديمه اللي انا عاملاها في البيت بقى تحفه، معاها شطه ومعاها حاجات كتير. لو عارفه ايه اللي مع مع الجبنه دي هتقولي لي.